اليوم نظرت إلى نظرنا على الدرب، فسئل الشيخ صالح الفوزان والإجابة المختصرة. فسئل الشيخ صالح الفوزان عن هل يجوز، يقول هذا السائل: أبي يمنعني من أن أذهب إلى المسجد لأنه يخاف علي. طيب يخاف علي فهو يمنعني من المسجد. فيقول هل يجوز ذلك؟ فيقول الشيخ صالح الفوزان: لا يجوز ذلك، وإن خفت عليه فاذهب معه. فاذهب معه. يعني لا تستطيع أن تمنع هكذا. قال الله سبحانه وتعالى قال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. يعني لا يجوز أن تمنع بس هكذا لأنك تخاف عليه. إذا تخاف عليه اذهب معه، بسم الله، تأخذ أجر أيضا أنت. الله أكبر. الله استمعوا كثيرا للشيخ صالح الفوزان. الشيخ صالح الفوزان والله من أفضل العلماء الذي هم الآن. ولما سئل الشيخ صالح الفوزان من الذي نقتدي به يعني أو يكون معنا يعني كعالم، يقول قال الشيخ صالح الفوزان. من الذي قال؟ ابن عثيمين سئل. هذا. بارك الله فيك. وفيك بارك الله فيك. استمعوا كثيرا للشيخ صالح الفوزان. الشيخ ابن عثيمين أيضا ما شاء الله له هيبة كبيرة، وعضو هيئة كبار العلماء، والشيخ أيضا صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة. فما شاء الله وبارك الله فيكم.